طب ما فيش حاجه هترخص؟ حاجات كتيره هترخص وتبقى بسعر التراب. انا وانت والاستاذ وحضراتهم اجمعين، واحنا في وسط الشارع وسط الناس مش هنتنازل عن خدمتهم ولا احتياجاتهم. فهو يقضي بين الناس في الشوارع أكثر مما يقضيه على مكتبه من أجل حل أكبر مشكلتين في حياة المصريين، وهما رغيف العيش والوقود. انت اول مره تشوف وزير التموين في المحطه مش كده؟ انا اول مره اشوف حد مسؤول في محطه بنزين. هم فاضلين لنا الناس دي، احنا ولاد كلب. ولد باسم عودة في العام 1970، حصل على البكالوريوس في الهندسة الطبية من جامعة القاهرة عام 92، ثم على درجتي الماجستير والدكتوراه في الهندسة الطبية من نفس الجامعة، وعين أستاذا بها. مع الوزير مرحبا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. ابو صلاح بن مصر ده انت انضف واحد كان الفرح. حليت أزمة كبيرة جدا في مصر، هي أزمة أنبوبة البوتاجاز. عملنا خطة شحن بتعاقدات بتوفيرات مالية لشهور قادمة. برامج الشحن وانتظام السفن كانت مستمرة. كونا احتياطي استراتيجي آمن للدولة موزع بشكل جيد على قطاعات الدولة. يا ابن اللعيبه، لو انت كفاءه يا باشا. أنا وزير التموين المصري وبقول إن تطبيق الكروت هدفه الرصد والرصد الدقيق واللحظي. من يأخذ المنتجات البترولية ومتى يأخذها وأين يأخذها. بعد ما نكشف كل قاعدة البيانات دي هنعرضها على المواطنين. دي موارد بلدهم، هكذا تذهب وهكذا تستهلك. هل الوضع ده مطمئن؟ هل الوضع ده مرضي؟ مين عايز همبرجر ومين عايز سوسيس؟ ويمكن أنا كان ليا حلم، كنت بقول يا رب أنام ليلة ومستودعات أسيوط فيها 3000 طن بوتاجاز، وربنا حقق لي دعوتي، ونمت ليلة ومستودعات أسيوط فيها 9000 طن بوتاجاز. نظام حسني مبارك عمل في الشعب المصري أشياء مريعة. أشيل بطاقة التموين 3 سنين. منع فتح الباب لتسجيل بطاقات تموينية جديدة على مدار ما يقرب من 6 سنوات، ومنع أي مصري من أبسط حقوقه في بلده. أيوة أنا بعمل كده، قلت لا يمكن حد بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز يعني. مستني السمنة من رجل النملة. الزيت بتاعنا رايح على الحته دي ما بيروحهاش، بيروح حته ثانيه، ويروح المصنع ده ما يطلعش في ازازه التموين، يطلع في ازازه ثانيه. وانا المشكلتين دول مش هنعتقهم، واللي هيتمسك هيتفرم. خفعصه. المواطن نمره واحد هو صاحب السياده والاولويه الكامله، ان يصل منتج ذو جوده متميزه بالسعر المدعم ينقل له رساله واضحه انك في مصر بعد الثوره تحقق لك العداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه. انا مش عايز الزيت ده، أنا مش عايز السكر ده، تاخدني دعم وعمال تتقمع. أنت عالة على المجتمع، أنت حسالة. اطمنك ايوه ان انت ما انتش محتاجه تقدمي في مكتب التموين، تدخلي على الانترنت تكتبي الحاجتين دول، وانت قاعده في بيتك مستريحه تقدمي الطلب وتاخدي حاجتك ان شاء الله. انا وزير. امال بقى التموين عامل معايا ايه؟ انا الوزير. هنا بيبيعوها هنا دي ب 40. كويس. ماشي. 40 ده سعر مناسب ولا حاجه شايفاه مش مناسب؟ بالنسبه للناس على قد حالها مش مناسب. في لحمه مستوى معين 26، في حاجه ب 40. انا تعبان يا اخويا، انا مجنون يا حبيبي. حضرتك هتلف على محلات التموين وتقول لهم لازم تنفذوا قراراتي؟ ما انا عايزه يبقى حضرتك كده شاوري لي على واحد ينفذ. طب انا هلاقيك فين بعد كده؟ لا هلاقيك فين؟ طب انا معلش إلهي تنسطر، أول مرة حد يحترمني. أنا فين الزيت؟ خد المخبز ده بيشتغل الساعة 5، كل خط بيخلص كل نص ساعة شوال، هو دلوقتي متأخر ساعة وربع، يبقى كده متأخر 5 شكاير زي 50 كيلو على كل خط. انت بقى معلمين وانت اللي خلصت كده؟ الناس دي هتمشي من غير خد شوال من ده ونخبزه. يلا يا عم سيد ولع. انت هتستعد على الطاوله. لا والله بسم الله ما شاء الله النهارده 10 على 10. اليوم ما بدات المنظومه يا سياده الوزير نشحت يعني. هدية بسيطة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان، منتجين إضافيين على بطاقة التموين، هنضيف مكرونة وهنضيف فول للأسر المصرية بالمجان. في حاجه اسمها بلاش. مفيش حاجة كده ببلاش. اهانه الشعب المصري بان وزير التموين بيقول لهم هنديكوا الفول والمكرونه ببلاش في رمضان. رشوه كده. هدية بسيطة للشعب المصري. رشوه كده. اقعد يا عم معانا هنا، اقعد يا عم. لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به. السنة دي رمضان مختلف، رمضان اللي احنا كان كل واحد فينا بيخاف على مشاعر الناس فيه، دلوقتي اتغيرنا. يا عمي خلاص.
وناشد وزير التموين السابق، وهو واضح انه كان شخص ناجح، باسم الاخوان عودة؟ باسم عودة، واضح انهم كانوا كوادر يجي يكملوا معانا عشان نبان بقى ان احنا واحد. يا افضل وزير راينا الخير فيه. تم إلقاء القبض على اسم من أبرز الأسماء المرتبطة بحزب الحرية والعدالة، وزير التموين السابق باسم عودة. هتعمل مليون 365 بكره ممنوع من الزياره متصله. 4 سنين حبس انفرادي، اكل لوحدي، انام لوحدي، اصلي فرض ربنا لوحدي. انا متهم بايه؟ هل ذنبي ان انا رفعت زيت عباد الشمس من نرخ 3 جنيه وخليتك تدخل على الدوله تسال 5 بالحب. المواطن نمرة 1